مرحباً بكم في قناتي قصص وعبر من عالم النساء. في هذا العالم وراء كل باب حكاية، ووراء كل صمت ألم لا يحكى. هنا قصص وعبر من عالم النساء، حكايات حقيقية، قرارات صعبة، ونهايات قد تغير كل شيء. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب دعماً لنا لنستمر في تقديم المزيد من القصص المؤثرة. استعدوا، فبعض القصص ليست للترفيه بل للعبرة. لنبدأ. اسمي سارة. انولدت وكبرت في عائلة بسيطة. من ناحية الشكل كنت مقبولة مرة، بس من ناحية التصرفات كنت خطيرة جداً. ومع كذا كنت طيبة وبنت ناس، وعمري ما كنت أطلع على أحد، حتى لو كانوا يجوني ناس وناس. بالنسبة لي الزواج هو علاقة تنبني على الاحترام وعلى المودة والرحمة وعلى الحب، هذا هو أساسه. أما الرجل عنده ولا ما عنده، أنا كنت أقول اللي كاتبه الله لي بيجيني، واللي ما هو مكتوب لي حتى لو كان قدامي ما راح أخذه. هذا كان يقيني وأنا صغيرة، وكل البنات اللي في عمري وقتها كانوا مستغربين مني، كانوا مصدومين فيني، لأني مثل ما قلت لكم كانوا يجوني خطاب وأنا عمري 16 و17 سنة. خطاب صدق، يعني تلقين عنده وظيفة زينة وعنده بيت وعنده سيارة وكل شيء ما شاء الله. وأنا يا بنات كنت أرفض كل مرة، مرة عشان فرق العمر، أقول هذا أكبر مني كثير، مرة لأي سبب ثاني. المهم أنا كنت مثل ما قلت لكم، الزواج عندي هو الرجل يكون قد المسؤولية، أحط راسي عنده وأرتاح. كنت أبغى رجل أقدر أتكلم معه وأرتاح له، كنت كذا أفكر. وكنت متأثرة بشاروخان. وقتها ما كان فيه مسلسلات تركية، كانت الأفلام الهندية، وأنتم تعرفون كمية الدراما اللي فيها. كبرت، وصلت للثانوي، ما نجحت فيه من أول مرة، قعدت السنة ورسبت، وبعدها دخلت تدريب مهني. دخلت السنة الأولى وما كملت، وبعدها مباشرة رحت أشتغل في مصنع، اشتغلت فيه 3 شهور، وبعدها قابلت سعود، فارس أحلامي. أول ما شفته أعجبت فيه، ما راح أكذب عليكم وأقول وسيم مرة، لا، لكن كان عنده شيء، هو بعد جن علي. وأنا بصراحة ما أبغى أمدح نفسي، بس كان عندي قبول. عجبته وعجبني، لحقني وكلمته، وبعدها تبادلنا أرقام الجوالات وبقينا على تواصل، وبدأنا نتكلم شوي شوي. وفي ذيك الأيام ما كان في واتساب مثل الحين، بس مكالمات ورسائل. كنا نرسل لبعض رسائل كثير، بس رسائل قصيرة. بنات الثمانينات يعرفون بالضبط اللي أقصده. الرسائل ذيك كانت قصيرة، مو روايات، يمكن 50 كلمة، يمكن أقل. المهم بقينا أنا وهو في حب وغرام، لين صرت أموت في تراب رجوله. في هذيك الفترة سعود كان كاذب علي. أكثر شيء جذبني له كان شكله، كلامه عجبني، وطريقة كلامه عجبتني. قلت لكم أنا ما كانت تهمني الفلوس. هو من أول ما تعرف علي قال لي أنه يشتغل في شركة وإنه عنده بيت، وكان يحكي أشياء كثيرة. هو كان يحسب إني من ذيك البنات اللي تهمهم هالأشياء، بس والله ما أتميت، ما أدري ليه. بس اللي كان يهمني هو نفسه، كنت أبغى أتعرف عليه هو. بقينا نتعرف على بعض، نتكلم يوم بعد يوم، لين تقريباً بعد 6 شهور من علاقتنا، في يوم من الأيام قال لي شوفي، أبغى أتكلم معك في موضوع مهم. قلت له تمام. قلت في نفسي أكيد بيكلمني عن الزواج. رحت له، لقيت وجهه متغير، داخل وطالع في الكلام، متوتر. قال لي شوفي، بقول لك الحقيقة. وأول شيء خطر في بالي قلت يمكن متزوج. قلت له وش فيه؟ وقلبي يدق وأنا كنت أحبه يا بنات. قلت له قول لي، أنت متزوج؟ ضحك وقال لا. قلت له طيب وش فيه؟ قال شوفي. قلت له بس قول لي وش فيه. قال أنا كذبت عليك، أنا في الحقيقة ما أشتغل في الشركة اللي قلت لك. قلت له طيب. قال أنا أشتغل حر، يوم أشتغل ويوم لا، وما عندي بيت، أنا مستأجر وأتعب مع الدنيا، ولازم أصرف على أهلي، وكلهم ينتظرون مني فلوس. أهلي ساكنين في قرية وكلهم يعتمدون علي. وبدأ يشتكي لي عن وضعه، خليته لين خلص. قلت له بس أبغى أفهم، ليش من أول يوم ما كنت صريح؟ قال لي لو قلت لك من البداية ما كنت تقبلين فيني. قلت له مين قال؟ أنا من أول قلت لك جوني رجال عندهم فلوس وما قبلتهم، أنا أدور على رجل يرتاح لقلبي بس. ضحك وقال صدق تقولين؟ هالشي ما أثر على علاقتنا؟ قال أنا ما قلت لك هالكذبة إلا لأني كنت أبغى إياك، ومن أول لما تعرفنا
كان يحاول يقرب مني، يبغى يحضني، يبغى يبوسني، يبغى أروح مع بيته. بس أنا كنت حاطة حدود قوية، ما في شيء يصير، أقصى شيء يمسك يدي، وهذا بعد شهر. المهم كنت حاطة له هذه الحدود. وصار سعود يتوسل لي ويقول: المهم أنا جيت وصارحتك لأني فعلا ناوي أتزوجك. لو قبلتي فيني ترى أنا أشتغل، يوم عندي شغل ويوم لا، وأتعب على نفسي وأتعب عليك. قالها وهو يحاول يثبت لي إنه بيقدر يسوي أي شيء. قلت له: ما في مشكلة، نتعاون أنا وأنت. ومن هنا علاقتنا أخذت طريق جدي صدق. صرنا نتكلم عن الزواج، وش بنسوي وش ما بنسوي، وهو كل ما يشتغل يجيب فلوس ويقول لي خبيها، فلوس للشقة وفلوس للعرس، علشان يوم يجي يخطبني من أهلي نكون جاهزين. وأنا بعد كنت أشتغل وخبي فلوس. بعد فترة جمعنا مبلغ زين، وهو راح وكلم أبوي، وأبوي قال له: ما في مشكلة، كلنا ناس على قد حالنا. جاء أبوي عندي وقال: شوفي يا بنتي، جاك واحد يخطبك، وش رايك؟ قلت: إيه. قامت أمي وقالت: كيف إيه؟ تعرفينه؟ قلت: لا، ما أعرفه زين. قالت: يجيك مهندسين، دكاترة، محامين، تقولين لا، وتقولين أبغى أتعرف عليهم، وهذا ما تعرفينه تقولين له إيه؟ وقالت: وهذا فوقها بعد ما عنده وظيفة ثابتة؟ قلت لها: من قال لك؟ أبوي يقول إنه يشتغل، عنده حرفة. قالت: ما عجبني. وقالت: بتتزوجين واحد ما عنده لا بيت ولا شيء؟ بتبدين حياتك من الصفر؟ وتجيك رجال جاهزين بكل شيء وإنتي ترفضينهم؟ إنتي مجنونة؟ أنا ما اهتميت، وقلت لها: هذا اللي أبغاه وهذا اللي بتزوجه. سعود كلم أبوي، وأبوي سأله: أنت مستعد للزواج؟ قال: إيه. قال: طيب، روح شوف شقة واتفقوا على المهر وكل شيء. في هذيك الفترة الفلوس اللي كنت مجمعتها أعطيتها له، راح دفع المهر لأبوي. وفي نفس الوقت أنا وهو استأجرنا شقة صغيرة مرة، غرفة وصالة صغيرة جدا، المطبخ بالكاد متر وفيه موقد وبس، حتى دش ما كان فيه. أهله جو خطبوا رسمي، سوينا عرس بسيط جدا. دخلت بيته، حتى الفطور قلت لأمي: لا تجيبين شيء، وين بتحطين الناس؟ بيضحكون علينا، لأن الكل كان يشوف الخطاب اللي كانوا يجوني قبل. أمي جات بعد العرس تتأكد إني بنت، لأن صار كلام غريب. لما تأكدت ارتاحت شوي، وبدأت حياة التعب. بدأنا من تحت الصفر، أنا أشتغل وهو يشتغل. هو ما كان واحد يجلس، يطلع يدور على شغل سواء عنده شغل أو لا، وأنا أشتغل في المصنع. شوي شوي اشترينا أغراض البيت، مرة ستارة، مرة سرير، مرة ثلاجة، مرة غسالة. بعد فترة حملت، فرحت مرة. جلست من الشغل لأني كنت تعبانة، قلت لهم أرجع، قالوا ما في مكان، جابوا واحدة غيرك. صرنا في ضيق. سعود يشتغل بس اللي يجي يكفينا أكل وشرب، وبرضو كان يصرف على أهله. وولدت بنتي الأولى بخير. لما صارت 4 شهور خليتها عند أمي، ورجعت أدور شغل. لقيت وظيفة في شركة وبدأت معهم، الأمور صارت تمشي شوي أحسن. بعد فترة حملت المرة الثانية، ما كان في بالي، كنت حامل وأشتغل. ما جلست من الوظيفة لأني كنت خايفة أفقدها، وعندنا طفلين والمصاريف كثيرة. سعود كان لازم يصرف علينا وبرضو يرسل لأهله، وأنا ما عمري قلت له لا. كنت أقول هذول أهله واجب عليه. كنت أصبر على الضروريات مو الكماليات. أنا اللي أمسكت البيت وأنا اللي أصرف عليه، وهو دايم يقول لي: خيرك يا بنت ناس، ما عمري أنساه. علاقتي فيه كانت زينة، مشكلتنا الوحيدة الفلوس، غير كذا كان يحبني وأنا أحبه. بعد فترة الله فتح عليه، صار عنده شغل كثير وصار يمسك عمال، وأنا في نفس الوقت ترقيت في شغلي. طلعنا من الشقة الصغيرة واستأجرنا واحدة أحسن. سعود صار له اسم في شغله، والناس صاروا يتصلون عليه. صار يمسك مشاريع أكبر، شهر، 4 شهور، 6 شهور، والفلوس صارت تدخل بشكل كبير. والله بين يوم وليلة الله فتح عليه. أنا كنت مؤمنة دايم إن الرزق من الله، اللي مكتوب لك بتاخذه، واللي مو لك مهما قرب بيطلع من يدك. سعود ترقى ورزقه كثر. سعود طلع لي رخصة سياقة لأن عيالنا وقتها كانوا بدوا يروحون المدرسة، وسواها علشان أقدر أوديهم وأجيبهم.
وتطورنا أكثر ونقلنا من ذاك البيت إلى بيت ثاني أحسن. الأمور كانت الحمد لله تمام، وكان مهتم فيني مرة، وكان دايم يقول لي يا نورة خيرك ما أنساه، أنتي وقفتي معي يوم كنت ما أملك ولا ريال، وحبيتيني وأنا على الحديدة. وهو يعرف هذا زين، لأني فعلا تزوجته وهو ما عنده شيء. توكلنا على الله وتعاوننا وتقاتلنا مع الدنيا شوي شوي لين وقفنا على رجلينا. وجت الأيام وعشنا في رفاهية وأمان وسعادة ووفاء، كل اللي تتمناه أي زوجة. لين جاء اليوم اللي سعود ما عاد يجلس معي في البيت، صار دايم مشغول، يرجع متأخر بالليل. إذا سألته يقول الشغل الشغل الشغل. في البداية صدقته لأني أعرفه رجل كادح، لين يوم شفت بعيني رسالة يتكلم فيها مع وحدة حب وغرام وعشق وهيام. كانت صدمة كبيرة. ليش؟ لأني كنت أشوف سعود شخص استثنائي، كنت أقول أنا ضحيت معه وهو ضحى معي وبدينا من الصفر، مستحيل يسوي فيني كذا. وهو دايم يقول لي خيرك ما أنساه، أنا أحبك، أنا أموت فيك. وكان فعلا حاطني فوق راسه. وأنا بعد كنت أشوفه زوجي وحبيبي وأب وأخ وصديقي، كنت أثق فيه ثقة ما تتخيلونها، لدرجة إنه لو قال لي وقعي شيك أوقع له على بياض من كثر ثقتي فيه. لكن يوم شفت الرسالة حسيت كأن خنجر دخل في قلبي، خذلان ما ينشرح. ما قدرت أكمل القراءة لأن سعود دخل فجأة وأخذ جواله. أسبوع كامل ما نمت، أبكي وأبكي. حاولت أمسك جواله مرة ثانية بس كان ياخذه طول الوقت. وبدأت ألاحظ أشياء كثيرة، مع أني مرات كنت أشم فيه ريحة نساء، كنت أقول يمكن من شغله عند ناس وأعذر له. كنت أثق فيه ثقة عمياء، وهذه الثقة هي اللي كسرتني من الداخل. قررت ما أتصرف إلا وأنا متأكدة. صرت أراقبه أتبعه، لين جاء يوم دخل العصر وكان شكله مرة متغير. راح توضأ وبيصلي. قلت له أحط لك العشاء؟ قال لا، خليني أصلي كل الصلوات اللي علي. رحت للمطبخ وكان عند الباب طاولة صغيرة فيها مراية محطوط عليها المفاتيح والجوالات. جواله كان هناك. أخذتها بسرعة ودخلتها المطبخ وشغلت الغاز كأني أطبخ، وبدأت أفتش. وصلت لنفس الرقم وانصدمت. حب، غرام، عشق، هيام. سعود كان يصرف عليها ويطلع معها ويواعدها يومياً ويتكلم معها عن الزواج. واكتشفت أن المرأة مطلقة عمرها 26 سنة. المهم، بعد كل اللي اكتشفته والله ما أقدر أكذب عليكم، ما قدرت أصبر. رجعت أخذت جواله ورحت وقفت عنده وهو جالس يصلي. أول ما سلم شافني قدامه كأني ميتة. قلت له وش هذا اللي في جوالك؟ وبديت أبكي. بدل ما يقوم ويشرح أخذ الجوال من يدي وقال مين أنت عشان تفتشين جوالي؟ وش دخلك فيه؟ مالك حق تفتشين جوالي؟ ورجعني أنا الغلطانة. قام أخذ السجادة وضربها في الأرض وطلع من الباب وهو معصب وسكر الباب بقوة. يومين ما دخل البيت، ولما رجع معصب ومتفجر وقال لي وش دخلك تفتشين جوالي؟ قطعتي صلاتي وتكلمتي علي قدام العيال وما عندك احترام. أنا انصدمت. قلت له أنت تضحك علي؟ أنا قريت الرسائل بعيني. قال لي ما في شيء، هذا كله كلام فاضي، أنا ما بيني وبينها شيء. قلت له طيب ليه ترسل لها رسائل؟ قال ما فيه رسائل، أنا ما أعرفها. تخيلوا، ينكر كل شيء. وفي النهاية لقيت نفسي أسكت. وش أسوي؟ ما عندي حل. شديت على نفسي وصرت أراقبه. في البداية حاول يمشي صح، يرجع في الوقت ويطلع في الوقت، بس بعدها رجع لنفس عاداته. صار يتعطر ويرجع بريحة نساء وأشياء كثير. ما قدرت أتحمل. صرت ألبس وأطلع وراه وألاحقه وين راح من وين جاي. لين قال لي يوم أنت مين؟ إذا عاجبك الوضع أجلسي، وإذا مو عاجبك أطلعي. هذه الجملة كسرتني. هنا فتحت عيوني وما عاد شفت شيء غير إني أرجع كرامتي وأوريه قيمة المرأة الحرة. من يوم ما صار يدخل علي وهو متعطر وريحة النسوان طالعة منه وما يطالع فيني وأنا ما قدرت أتحمل. صرت أقفله عند الباب وأسأله وين رحت؟ من وين جيت؟ لين صار يقول لي أنت مين تكوني أصلاً؟
إذا عاجبك الوضع اقعدي، وإذا مو عاجبك اطلعي. وهالكلام هو اللي كسرني من جد، لأنه حسسني إني ولا شيء بعد كل اللي سويته معاه. ووقتها قلت خلاص، هذه الإهانة ما تنسكت عليها. وأنا قلت له سولي بيت الحالي وخليك معها بعيد عني. لكن ما طولت إلا وانصدمت إن شاريلها بيت كامل ومفرشة ومخليه عش زوجي لها. وهنا النار اللي بقلبي ولعت. حسيت إني أنا اللي كنت أساوم على حقي، وهي جايتها الدنيا كلها على الجاهز. جلست لحالي وخططت. ما كنت أبي خراب ولا مصايب، كنت أبي حقي وبس، وأبرد النار اللي كانت مولعة في صدري. وما قدرت أتحمل كأي امرأة. ما أقدر أقول تصرفي كان صح ولا غلط، بس في هالوقت ما كان عندي خيار. عيوني انقلبت وما عاد شفت قدامي، وقلت لازم ألقى حل بأي طريقة، ولو بس عشان أبرد النار اللي مولعة في صدري. فبدأت أدور ورا البنت يمكن أعرف عنها شيء. وفي يوم ركبت سيارتي وانتظرته. ذاك الليل رجعت لبيتي وأنا مقهورة. وثاني يوم صرت مثل المحقق، أسأل عنها، وين ساكنة، وش كانت متزوجة، وعرفت إنها مطلقة وكانت متزوجة واحد سكير يضربها ويتبعها حتى بعد الطلاق. وعرفت كل شيء عنها. ورجعت لبيتي وما قلت لزوجي شيء ولا حاولت أتكلم معه. مشيت معها بالهداوة وبالنية الطيبة، لأني ما أبي أكون قليلة أصل. لكن في يوم قال لي عاجبك الوضع مرحبا، مو عاجبك الله يعينك. وهالكلام قص قلبي. قلت هذا هو الرجل اللي ضحيت عشانه؟ ومن القهر سويت جلسة مع الشيطان. ما كان عندي هدف إلا شيء واحد، ما أبيه يبقى معها، أبي حقي وبس، وأبرد النار اللي مولعة في صدري. وجلست مع نفسي وحطيت كاس الشاهي، وصرت أفكر وأخطط وش أسوي وش ما أسوي، لين طاحت ببالي فكرة بالنسبة لي ما كانت جهنمية، كانت مجرد خطة عشان أرجع حقي وأبرد قلبي. الحل اللي كان عندي ذاك الوقت إني أشارك معي أخوي في الخطة. كلمته بالتليفون وقلت له نبي نتقابل. قال تمام، وقال تعالوا البيت. قلت له لا، أبيك برا. وبالفعل ثاني يوم رحت أنا وياه لمكان وقعدنا. قال وش فيك؟ قلت له اسمع يا أخوي، بعيد لك السالفة من أولها لآخرها. وقصيت له كل شيء. وهو كان متضايق ويقول ويلي على فلان وش صار، وكيف كان قبل يجي يبوس الأيادي والأرجل وهالحركات. قلت له يا أخوي مو وقت هالكلام. قال طيب وش تبي؟ قلت له أبي عيالي يكونون صاحيين وما يخافون وما لهم سوابق سجن، وأنا بدفع لهم فلوس. قال كم؟ قلت له كذا وكذا مبلغ كبير. قلت لهم أعطيكم كذا وكذا، وإذا صار أي مشكلة أزودكم كذا وكذا. لا أنا أعرفكم ولا أنتوا تعرفوني. قال تمام، أنا أدبرهم لك. وبالفعل جابهم. ورحت استأجرت سيارة فان، بنفس الوقت استأجرت سيارة ثانية، وجهزت السالفة كلها. وكان في واحد من هالعيال شكله نظيف، وتواصل مع زوجي وقالوا له إن فيه شغل عند واحد سعودي باني قصر ويبغى يسوي فيه حمام تركي داخل، وخصصوا واحد يشتغل له هالشغل، وقالوا له ترى شغلك مضمون. والرجال قال مرحبا، ما فيه مشكلة، وأنا أرسل لك العيال ياخذون المقاسات وكذا. قال له لا، لازم تجي بنفسك وتشوف ونتفق على السعر وكل شيء، ونسوي عقد لأن الشركة بتسوي لك العقد. قال تمام، متى نتقابل؟ قالوا العصر. وأنا وقتها كنت مأجرة سيارة، وجو أخذوا الرجال وقالوا له نوديك بالسيارة حقتنا. السيارة الأولى هي اللي ركب فيها، واللي وراها هي الفان اللي كنت فيها ورا، ومعي 2 من العيال وهو قدام. ولما ركب قال وش هالشي هذا؟ قالوا له طبيعي. وودوه بالسيارة وطلعوا برا المدينة. قال وين رايحين؟ قالوا فيه منطقة فيها فلل كبيرة ومزارع وقصور. وواصلوا يمشون لين وصلوا المكان فاضي فيه أشجار، مو غابة كبيرة بس منطقة أشجار. دخلوا من بينها، والرجال استغرب وقال وين جايبيني؟ وش فيه هنا؟ قالوا هذا القصر والأرض كلها شاريها، ولسه بيورونها الصور. وهو ماشي معهم بس كان حاس إن فيه شيء غلط، لين وصلوه للمكان اللي كانوا مجهزين فيه كل شيء. ووقفت السيارة ونزل معهم، وفجأة الاثنين اللي كانوا معنا مسكوه وصاروا 3 وربطوه في شجرة، وطلعوا المقص وبدأوا يقطعون ملابسه، وهو يصيح ويترجى يقول اتركوني بالله عليكم، وهم مستمرين. وهو يطلب ويقول أعطيكم وش تبون، فلوس ولا أي شيء. وأنا وقتها ما كنت أفكر بالسجن ولا الشرطة ولا أي شيء، كنت عميانة من القهر. وأتذكر كل اللي ضحيت فيه، وهو يقول لي خذي اللي تبينه ولا روحي. وكنت أشوفه يبكي وهم يضربونه، وأنا كنت حاسة ببرود بعد النار اللي في صدري.
وبعدين العيال كملوا الخطة مثل ما اتفقنا، بيخوفونه زيادة وبيكررون تهديداتهم عشان ما يرجع للبنت، وأنا أشوفه يضحك من شدة الانفعال لين صار شكله مصفر من الخوف، وتركوه معلق بالشجرة بعد ما خلصوا، وقالوا له هذا آخر إنذار، لو ترجع لها بنسوي فيك أسوأ، وتركوه هناك وركبوا السيارات وجو معي، وبعدها مشينا من المكان. المهم ركبنا السيارات ومشينا بسرعة وما لفينا ورا، أنا وصلت وسلمت الأمانة لأخوي وهو سلم العيال، وحطينا السيارات بمكاناتها كأن ما صار شيء. وبعدها جتني الرجفة وصرت أفكر بالشرطة والسجن وأقول يا ويلي بننفضح. رجعت نفسي وهديت شوي واتصلت بأخوي أبكي وأقول له ليه ما وقفتني؟ قال لي أنا أدخل السجن مكانك لو صار شيء. وجلست بالبيت أتفرج مسلسل وأسوي نفسي ما صار شيء، لين بعد حوالي 7 ساعات دق علي زوجي يطلب أغراضه ويقول لي لا تكثرين كلام وجيبي اللي يحتاجه. لبست وطلعت له واتبعت إرشاداته لين وصلت لمكان خربان ولقيته واقف ومتغطي وباين عليه الضرب. ركب معي وقيت له وش صاير؟ قال لي حرامية. دخلنا البيت ودخل يتروش ويتألم من الموية، وبعدين نام وقال لي سكر الباب. ثاني يوم طلع وقال رايح يبلغ، وأنا صرت أتوقع الشرطة بأي لحظة، وأخوي يقول لي اسكتي ولا تفتحين موضوع. وبعد كم ساعة رجع وهو تعبان. انتظرت لين نام وأخذت جواله ولقيته مرسل للبنت شتم وقفلها. فرحت وعرفت إن الخطة ماشية، وجلست شهر أنتظر الشرطة وما جاء أحد. وبعدها شفت زوجي تغير، صار محافظ ويصلي ويرجع البيت بدري. علاقتنا تكسرت شوي بس بقيت معه عشان عيالي، وصار يعطيني فلوس أكثر وأنا أوفر وأدبر أموري. وهذه كانت المرحلة اللي بعدها، وصار يصرف علي باسم البنات بس، وكل ما قلت لهم روحوا قولوا له نحتاج كان يعطيهم، وكنت آخذها على قدها وأروح للسوق الشعبي ما أعرف المولات ولا شيء، أشتري ملابس رخيصة وأرجع له أقول هذه بكذا وهذه بكذا وهو ما يناقشني. وإذا جاء آخر الشهر أقول له خلصت الفلوس ويزيدني، وأخبي شوي شوي، مرة أشتري طقم ومرة شنطة، لين قلت في نفسي لازم يكتب لبناتي شيء. وبشوي شوي قلت له نغير السيارة وغيرناها، ويوم رحنا نكتبها قلت له أبيها باسمي وكتبها باسمي. ومن بعدها صرت أسحب منه على مهلي. واليوم هالرجال مسكين صار معه سرطان بالقولون، وندمت وأقول يمكن هذا كان الاختيار الصح وقتها. والحين جيت أحكي القصة نضحك شوي ونذكر اللي صار ونقول ادعوا له، لأنه مهما كان هو زوجي وأبو بناتي، والحمد لله علاقتنا صارت أحسن. هو التزم وتاب بعد اللي صار، وأنا صراحة كنت أتمنى تشوفون شكله يوم كان معلق بالشجرة وهم ماسكين المقص، بس مع هذا ما كنت أبغى له الشر، كنا بس نبي نروعه شوي وخلاص. وهكذا تنتهي قصتنا اليوم، لكن العبرة تبقى. تذكروا دائماً أن وراء كل تجربة درس، ووراء ألم ألم بداية جديدة. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من القصص والعبر. شاركونا آراءكم في التعليقات، فربما تكون كلمتكم سبباً في إلهام شخص آخر. نلتقي في قصة جديدة ودمتم بخير.